البوفه تكون من هذاك الزبل ديال انت يا الله. بوفه ولا كلشي كيهضر على هاد البوفه. انا بعدا كنعرف على البوفه ديال الصالون، هاد البوفه هادي. ودابا تخيل معايا بنادم كيكمي بوفه. باينه الحلقه ديالي اليوم علاش اللي طاح عندي في المقله اليوم هو التبويقه واشهر المتبوقين اللي دازوا في التاريخ. اول تبويقه دازت في التاريخ هي الشراب. وغيجي شي واحد يقول لي لا حق الشراب ماشي تبويقه، غنقول ليه الشراب هو اس واساس التبوق. اي حاجه تذهب العقل كيكون عليها واحد الادمان فهي تبويقه. اول وحدين اكتشفوا الشراب هما خوتنا الصينيين اللي ديما اي حاجه كتخرج من عندهم وكتنتشر في العالم. كانوا كيشدوا اي حاجه كيخمروها باش يخزنوها ياكلوها من بعد. لاحظوا ان داكشي اللي كيخمروه كيطلق واحد الماء، هذاك الماء ما كيديوش فيه كيتلاح. حتى ناض واحد الذكي واحد الصباح قال لك لا بلاتي نشوفوا هاد الماء اللي كيخرج من هاد الشيء كيفاش بلانو بنين ما بنينش لا يقل شي حاجه. ذاق تبوق عجبو الحال، راك الشطيح والنشاط. ديك القبيله كامله شافوا داك السيد داك النهار شنو دار. لغد منين كيسولوه قال لهم شربت داك الماء اللي كيخرج من داكشي اللي كنخمرو. بنادم طبيعه الحال الفضول قالوا ارا نجربوا ارا ما نجربوا. جربوا عجبهم الحال وبدات قصه اول متبوقين في العالم. ومن تما غيصدروها للمدن اللي دايرين بهم، غيصدروها للعالم حتى غيجيو الاوروبيين وغادي يكتشفوا من بعد التخمير ديال العنب كيف كنعرفوه، وغيبداو يتبادلوا هما والصينيين، ومن بعد غادي يدخل داكشي في التجاره وفراكم عارفين القصه. ثاني تبويقه دازت في العالم واللي تكتشفت تقريبا هذه واحد 9000 عام هي الافيون اللي جاي من نبات الخشخاش. كيف كنعرفوا كاملين الناس فوق الكره الارضيه علاقتهم بالحياه هي الماكله، واي حاجه كتنوض في الارض خصهم يجربوها ياكلوها. لاقت مرحبا بنينه مذاقها هو هذاك، مذاقها ما خدامش ما عندهم ما يديروا بها كيعطيوها اتساع. بانت ليهم هذيك العشبه وريضه هكاك موف زويونه في هذيك الكميميسه، ذاقوها مذاقها ما بيش ولكن تاثيرها لا يقاوم. كيتبوقوا كيوصلوا لواحد العالم ما كاينش، كيترخاو. بدا بنادم كيتبلى بها، من بعد غادي يستخدموها الفراعنه والعرب كمسكنات في الطب، وغادي يولي عليها واحد الاقبال. وفي نفس الوقت بنادم باقي كيتبلى بها وباقي كيستعملها في التبويقه حتى بداو كيكتشفوا الاضرار ديالها واكتشفوا ان عندها هي منافع، ولكن في نفس الوقت كتقدر تسطي بنادم، تسكت بنادم القلب وزيد داكشي. علاش نورمالمون كان خصها تمنع، ولكن ما يمكنش تمنع حيت الكروش الحرام كيستافدوا منها ماديا. وهذه هي الماده اللي ناضوا عليها اول الحروب في عالم التبويقه. نعاود لكم بحال الخرافه، في القرن 18 كانت الصين كتصدر تقريبا لجميع الدول العالم اتاي والحرير، وكانت كتقبل في التبادلات ديالها ولا في الخلاص ديالها غير الفضه. في ذاك الوقت كانت كتعامل مع انجلترا، كتصيفط لهم اتاي والحرير وكتقول لهم غتخلصوني بالفضه. عياو معاها نعطيوك شي بضاعه اخرى، نعطيوك شي مسائل اخرى. قالت لهم خليو سلعتكم عندكم، انا غتاخذوا من عندي هادشي اللي نتوما محتاجينه، غتعطيوه ليا فضه، ما باغي من عندكم حتى شي حاجه. الانجليز ما تسرطاتش ليهم بطبيعه الحال، قال لك كيفاش هاد البلان، واش حنايا الفضه عندنا غدا وكتنقص؟ الصين كاع داو لينا الفضه وهما ما باغينش يتعاملوا معنا بشي حاجه اخرى، خصنا نلقاو لهم شي حل. بداو كيدوروها في راسهم، قالوا بلاتي هدا احنا غندخلوا ليهم ديك السلعه اللي صحه عليهم، يبداو يخرجوا كاع الفضه اللي عندهم ويزيدونا فوقها بوسه. بداو كيدخلوا لهم كيهربوا لهم الافيون. والشعب الصيني كان كتير وكيموت على شي حاجه سميتها التبويقه وكيطير في البليه. دخلوه دغيا انتشر دغيا بنادم تبلا به، ولاو بالعلالي كيدخلوا للصين الافيون وكياخذوا في بلاصتو الفضه، حتى رجعوا كاع الفضه ديالهم كتار منها. وبقاو الصينيين غاديين وكيغرقوا في التبويقه وكيزيدوا في البليه حتى 1839، حتى فاق من القلبه الامبراطور داو وان وقال لهم انا غادي نقطع الافيون في هاد البلاد وما باقيش حتى شي واحد عندي غادي يتكيف هاد الافيون في الصين. منع ودار عقوبات قاصحين. بريطانيا ما تسرطاتش ليها، ناضت قربلاتها مع الصين 3 سنين وهما ما كاين غير كلشي تربح، حتى الصين عياو وتقهروا
عيط لهم الامبراطور قال لهم اودي انا متي بالله اش بغيتو، قالوا لي غتعطينا هونغ كونغ كادو، غتعوضنا على كاع الخسائر ديال الحرب حيت انت هو السبب فيها. الشعب باغي يتبوق، خلي الشعب يتبوق جداك انت. السيد تقهر ولا باغي يسلم العنب، قال لهم صافي يا سيدي خذوا هونغ كونغ ديروا اللي بغيتو، هاكو التعويضات ما كاين مشكل. صبرها عليهم شويه، خرجوا الاسطول ديالهم وقال لهم نوضوا على سلامتكم، راه والله لا باقي شي حد كما عندي الافيون في الصين. ما تسرطاتش ليهم، قال لك واش هذا باغي يديرها بينا ولا كيفاش. رجعوا تاني وداروا حرب الافيون الثانيه وبقاو تاني منوضين صبا. وكانت هذه هي تاني تبويقه في العالم اللي ناض عليها الحرب كاع. حتى لهنا احنا باقين في التبوق الطبيعيين ديال الله، شي كينبت شي كنخمروه، اللي اكتشف اكتشفها واللي اكتشف الماريخوانا اكتشفها، المهم داكشي نايض. وبنادم اي حاجه نابته عندو خصو يجربها. حتى الحرب العالميه الثانيه شكون غينوض لينا؟ سي هتلر. قال لك باغي شي حاجه اللي تخلي العسكر ديالو ما يعياو ما ينعسوا ما يخافوا ما يدهشوا. اشنو نديرو ما شنو نديرو؟ ناضوا دوك العلماء اللي دايرين به قالوا ليه غتخليك من داكشي الطبيعي وغنخترعوا لك شي حاجه كيميائيه ولكن دقه ببطله. دخلوا المعامل ديالهم قادوا امورهم، خرجوا ليه بواحد الفوينيده فاعله تاركه فيها واحد التخيليطه ديال الكوكايين مع الامفيتامين. صوبوا ليه ديك التخيليطه وقادوا ليه المسائل مزيان، وغادي يعطي العسكر ديالو كاملين داك الفانيد وما بقاوش بنادم، كيتمشاو بالكيلومترات ما كيعياو. النعاس ما بقاوش كينعسوا، كيبقاو فايقين ب3 ايام ب4 ايام بالسيمانه ومركزين وعارفين اش كيديروا، وما بقاو لا كيخافوا لا كيدهشوا. والقرطاس في السماء وفي الارض وهما غاديين ما كاينش الضحك. ها العسكر تهنينا منه، وهو مول الشي زعما غيبقى بلاش. طبيعة الحال غادي يقول لدوك العلماء ديالو غتصوبوا لي انا شي حويجه ولكن في اي بي ديالي انا. غينوضوا غيديروا لي واحد التخليطه ديال الهيروين مع الافيون وغادي يبدا كيدقها. هتلر دوك القرارات الزينين اللي خدا في الحرب خداهم كاملين وهو مبوق. اما كاين غير البراوات، العسكر يضربوا بالقنابل وهو يضرب في البراوات، وفين ما كيشوف القضيه غادا وكتحماض كيزيد. وماشي غير هو والعسكر اللي تبلاو في الحرب العالميه الثانيه، حتى العيالات ما بغاوش يخليوهم في التقار وكانوا كيصوبوا لهم الفانيد ديال البريفيتين كيدقوا لهم وكيعطيوه لهم في الحلوى وفي الشوكولاط. وفي الاخر منين شاف القضيه حماضت وزادوا كملوها لهم، قنبلوا لهم داك المعمل فين كيتصاوب داك العجب. يعني ما بقات لا تبويقه لا سيدي زكري، ولاو ما حيلتو من الحرب ما حيلتو من القنبول ما حيلتو من القطعه، بداو غاديين وكيرجعوا اللور، وهو في الاخر انتحر وهنا راسو. وراه ماشي غير السي هتلر هو اللي كان عاطيها للتباوق، حتى اوباما بفمو قال لهم انه واحد الوقيته في صغرو كان عاطيها غير والماريخوانا، جاب الله عاقب راسو شويه بكري وقطع كل شيء وبقى مخليه غير مع القارب. وماشي غير هو، حتى كلينتون بفمو تا هو قال لهم انه في واحد الوقيته كان تا هو عاطيها غير للماريخوانا. وبيني وبينكم بزاف ديال الجرائد والصحافه دواو على العائله كامله ديال كلينتون وكيقول لك انهم من اكثر المتبوقين في ميريكان. واحد النهار البوليس في دالاس في ميريكان واقفين بواحد البراج كتبان لهم جايه قاصداهم واحد الطوموبيل كتمشي وكتمايل غادا جايه وما يوقفوها. لقاو فيها واحد السيد مبوق وكيدخل ويخرج في الهضره. شكون هذا؟ جورج بوش. هذاك اللي نزل عليه خونا بالصباط في العراق هو هذاك. قالوا لي بلاتي نقلبوا الطوموبيل، قال لهم لا ما تقلبوش الطوموبيل، منك قلبوا الطوموبيل لقاوها شبعانه. شدوه قالك صافي بارك علينا احنا اليوم هاد الكليان وغنسدو نمشيو في حالات. المهم خونا قال لهم شوفوا خذوا ندور معاكم وصافي وغمضوا على البلان وما شفتوني ما شفتكم. قالوا لي والو منك ما نخلاقوا ليهم. هزو ديك اللي جايب معاه داو في حالاته. جلس 6 سوايع بالحساب وخرج. بوش هذاك سمحوا لي الرئيس ولد الرئيس. ما يمكنش لينا ندويو على الزعماء والرؤساء ونساو الفنانين والرياضيين. من اشهر المتبوقين اللي دازوا في التاريخ هو مارادونا.
اوعر لعاب داز في الارجنتين، جاب ليهم كاس العالم 86 ضد واحد من اوعر الفرق اللي كانوا ديك الساعه واللي هو الانجليز. السيد وصل لواحد المرحله ديال الشهره وديال الاحترام لدرجه انهم ولاو كيعبدوه وداروا ليه كنيسه في الارجنتين. ووسط هاد الشي كامل بقى كيدور 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 حتى نيفو جات في الكوك. بقات القضيه مستوره حتى لواحد النهار ناضت الفرقه ديالو وقالت غادي دير طيست ديال المنشطات، وفعلا منين داروا ليه داك الطيست لقاو السيد كله منشطات، تشوه واحد الشوهه ما يعلم بها غير الله، وتوقف على اللعب كان راس ولا رجلين. من بعد ما وصل للقمه ولا في واحد الحاله ما فيها ما يتشاف، وحتى من الشكل ديالو الهيئه ديالو تبدلات. شرف بلا وقت، السيد عنده 30 عام ولا كيبان شيباني. دازت الوقت بدا كيرجع في السمعه ديالو، وما علينا راه البليه ما تبغيهاش حتى العدوك. لعب كاس العالم 94 بدا كيرجع اللياقه البدنيه ديالو، بالحق ما تاقوش فيه. قال لك بلاتي حقا نوضو نديرو لي تاني التست ديال المنشطات، وفعلا غادي يلقاو داك الدم عنده كيدوروا فيه الكريات البيضاء والحمراء والكوك. توقف تاني والشوهه وراكم عارفين القصه. ومن اكثر الناس اللي خرجت عليهم التبويقه هما الفنانين، بحال ويتني يوستون ماتت باوفر دوز في لا شومبر ديالها في لوطيل في لوس انجلوس مورا ما دارت اخر سهره ديالها. وبحال الممثل هيث ليدغر اللي ما كاينش اللي ما كيعرفوش هو اللي دار الدور ديال الجوكر، واللي حتى هو لقاتو البنت اللي كتجي دير ليه الماساج ميت في البيت ديالو، ومنين جاو يقلبوا لقاوه دار اوفر دوز بواحد 6 ديال المهدئات وزيد عليهم الهيروين. ايمي وينهاوس هي كانت من اروع الاصوات اللي دازوا في التاريخ. خرجت على راسها، بقات على التباوق والشرابات التباوق والشرابات، حتى لقاوها هي طايحه مكوانسيه في الدار عندها. فاش جاو يشرحوها لقاو ان السبب هو تسمم بسبب الشراب. وما كاينش شي واحد ما كيعرفش إلفيس بريسلي، حتى هو مات بنفس الطريقه. لقاتو خطيبته طيح في الدوش ديالو اوفر دوز. من جاو يقلبوا لقاوه ضارب واحد التخليطه ديال المهدئات مع تباوق مع الشرابات، سكت ليه القلب في البلاصه. وغير الشراب بوحدو كيقتل كل 10 ثواني شاب. تخيلوا معايا نتوما الدقيقه كيموتوا فيها 6 ديال الناس. هذا غير الشراب، بلا ما نهضروا على التباوق الاخرين. باش ما نكونش دويت لكم غير على امريكان وعلى المانيا وعلى تقولوا ما جبتيش لينا العرب، جبت لكم العرب. كاين واحد المغني كان متبنيه عبد الحليم حافظ فنيا، وبزاف الناس كانوا كيصحابوه ولده، سميتو عماد عبد الحليم. كان مثل شويه وغنى شويه في التسعينات، وكان هو ديك الساعه اللي كينافس هاني شاكر. واحد الصباح الناس غاديين جيت لاركوت كتبان لهم واحد الجثه، مشاو كيجريو كيقلبوا غيلقاوه هو عماد عبد الحليم ميت طايح وحده واحد الشوكه. منين غادي يديروا التشريح وغيقلبوا ديك البرا وداكشي غيلقاوه ميت باوفر دوز، وديك البرا فيها البقايا ديال الهيروين وفيها البصمات ديالو. وكيف كانوا ناس اللي مشاو في هاد الطريق وما رجعوش، كانوا ناس اللي كنعرفوهم مزيان تحاربوا مع التبويقه اللي كانت غتدمر لهم حياتهم، وقدروا يرجعوا الامجاد كيف كنقولوا، ويرجعوا السمعه. اللي منهم فاروق الفيشاوي اللي بفمه قال لهم انا كنت مبلي بالهيروين واحد المده طويله وما خرجت منه غير بطلوع الروح. عاونتني مرتي وعاونتني شويه الاراده وخرجت منها. منهم نور الشريف اش غيخرج عليه؟ غتخرج عليه غاديك الزعامه الخاويه. كان في لبنان مد لي واحد صاحبه واحد الفوينيده، قال لي سير غيعجبك الحال. السيد تبلا بها لدرجه انه كان كيكون كيصور كيسمح في التصوير وكيمشي للبنان يجلس بالشهرين ما كيتسوقش ليهم. يعيطوا اللي بغى يعيط واللي بغى يتقلق حتى يرجع يشبع هو تباوق ويرجع على خاطره. لدرجه انه داز واحد العامين وهو حتى شي حد ما كيحاشيها ليه ولا كيعيط ليه يخدم، حتى شاف راسو غادي غير الهويه، ما بقات لا خدمه لا والو. عاد فاق من القلبه وتا هو عاوناتو مرتو عاوناتو شويه الاراده ورجع منها.
ومنهم واحد العدد كبير ديال الفنانين اللي كنعرفوهم مصريين وحتى مغاربه ديالنا راه ما بغيناش نجبدوهم، نتوما راكم عارفينهم وهما تا هما راهم عارفين ريوسهم، والله يعفو على الجميع. وبين قوسين واخا انا عارفه هاد الهضره ما غاديش تعجب بزاف ديال الناس، هذه هضره انا كنوجهها لكاع العائلات لكاع الاباء، حظيو شويه وليداتكم، راه مؤخرا راه ولينا كنشوفوا غير ولد وطلق ولد وطلق. الدراري راه مسؤوليه، ما قادش على الولاد ما تولدهمش، ما قادش على المسؤوليه ما تزوجش. المشكله دابا ولاو بحال البنات بحال الولاد وكلشي كيتبلى. فينا هما الوالدين؟ فينا هي الاسره؟ شكون اللي حاضي هاد الوليدات؟ تهلاو في وليداتكم وحضيوهم ووعيوهم، واللي ما قادش على شي حاجه ما يديرهاش، واللي ما قادش على البليه ما يمشيش يتبلى، حيت انت كديرها بالزيغه وبالتصاره وكيوحلوا فيها في الاخر غير الوالدين. كاينين الوالدين مساكن اللي كيوليو يبيعوا في حوايجهم باش يعتقوا وليداتهم. كنتمنى تكون عجباتكم الحلقه، وكنتمنى يكون وصلكم الميساج، والله يعفو على الجميع مره اخرى. تهلاو.